حصريا ملف دسم. أنا كنت أتساءل وأتدارس لماذا إحنا لم نتوحد طول 1200 سنة؟ ما الأسباب؟ وجدت أنه مشايخنا عادة في أغلب أطوارهم من رؤيتهم الفقهية قالوا بأن التشيع كفر وزندقة وشرك بالله، وأدت بالإضافة إلى ذلك في بعض المواطن تكفير الشيعة. نعم، تم تكفيرهم. فهنا صار شو حاجز بيننا وبين الأخوة الشيعة، والحاجز الآن فقهي. في مصيبة. على فكرة أنا عندي الفقه مش تشريع، يعني هسه الفقه عند طوائف أخرى يعتبر تشريع من السماء غير قابل للمساس. أنا في طائفتي لا، مش تشريع، بس عشان تفهموا أنا رأيي بضيفه عالم بستنبط حكم، هو رأيه هيك ارتأى من منظوره هو أن المقصود في تلك الواقعة أو هذه الآية على تلك الواقعة هو هكذا بهذه الطريقة. فهو بالأخير الفقه أنا عندي يصنف فلسفة علم اجتماع، أنت فهمت؟ بنبرة أو نكهة دينية. فهو ليس تشريع من السماء. أنا عندي في مذهبي فانتفاضي على الفقه الآن أنا راح أنتفض، راح أنفض هيك نفض. فهو ليس على السماء، على الرأي تبع هذا اللي حط لي الشخص اللي هو بشري مثلي مثله، والذي ادعى صلاحيات الإله وأن الله أراد بتلك الواقعة هذا المقصد. فبالتالي هو عين نفس الوسيط بينه وبين الله. ففهمت؟ فانتفاض اليوم من واحد يقول لك هذا منتفض على الفقه، لا، أنا منتفض على رأيه هو وضعه وقال أن هذا هو التفقه. أنا ما دخلنيش بطوائف أخرى، أنا بحاكم القاعدات اللي عندي. فما بديش حدا يطلع لي يقول لي أنت بتحاكم الفقه. أنا ما دخلنيش، أنت عندك تشريع من السماء ما تدخلش. أنا عندي رأي عالم. أنا اليوم راح أدق بالبشر اللي مثلي ومثلهم يلي قالوا إنه الشيعة كفرة هم سبب عدم توحد هذه الأمة. قلت طيب خليني أخذ فتاويهم، خليني أفهم أنا طريقة تفكيرهم كيف بيفكروا. هذه العقول التي شاركت في صناعة هذا التفرق وهذا الانحطاط، خلينا نشوف أدمغتهم الفقهية كيف كانت تنظر للواقع. ابن تيمية مجموع الفتاوى صفحة 369 الجزء 29. وسئل شيخ الإسلام عن عمل الكيمياء. شو رأيك بابن سينا وجماعته؟ ولك هذول قاعدين بحطوا مواد مع بعض وبطلعوا مواد. انطينا رأيك قدس الله سرك. شيخ الإسلام العقل المدبر. فأجاب الحمد لله ما يصنعه هؤلاء من الذهب والفضة أو محاولين بذلك وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك، مثل ما يصنعونه من اللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر وماء الورد وغير ذلك من المعادن، هذا كله حرام. تم تحريم. أنا عندي علم الكيمياء، فلذلك تم تجاهله. اجى الغرب أخذوا وضع أساسيات الكيمياء. شوف شو سوى. مين المسؤول عن أنا هسه الآن أنا بدي أحاكم بهاي الورقة الأمامي من هذا الكتاب اللي طبعته مجموع الفتاوى. أنا بدي أحاكم. أنت الآن ابن تيمية والمشايخ اللي مشوا وراك وكل الناس واللي اتفقوا معك أنتم مدانون. أنا متخلف اليوم، أنتم السبب. ولك عزلوا للكيمياء، عزل تم عزله. صار الواحد اللي بيتحدث بالكيمياء يخاف. ولك صار بالسر. في ناس بقول لك مفكرين صاروا بالسر يشتغلوا ببيوتهم، ولما يجي ضبط بقول له مرته بسرعه ضبط المواد وكذا ولا حدا يشوفها، مثل المخدرات صارت. ولك مجرمه، تم تجريم الكيمياء. هذا واحد سجل عندك. انا متخلف بهذا بسبب هذا ابن الكلب.
ابن باز، النووي، ابن عثيمين، هذول المعاصرين اللي عندي، الشباب اللي عندي العلماء. في رقم فتوى 12870 و26538 وبيأكد عليها وبتفرع أكثر إلى تفرعات كثيرة هاي الفتوى 22383 أن الأرض ثابتة وأن الأرض مسطحة. أنتم يا علماء يا أبطال ولك ارسم مثلث، شايف المثلث؟ طول ضلعه 1 كيلو وب1 كيلو وب1 كيلو، وقيس وارسم مثلثات جنبه. قيس، حط لك درون طيارة وقيس يا حيوان، راح تطلع لك ما الأضلاع، راح تطلع لك إنه لازم تكون مدورة. ولك جيب بندول، تعرف شو هذا البندول؟ البندول هذا الشاقول أو هيك شيء، شو بتسموه البندول؟ وحط لك الآن اليوم إحنا مطشرين بكل الكرة الأرضية، حط لك واحدة بأوروبا بالشمال، وحط لك واحدة مثلا شوف لك مين قاعد بروسيا ومن هذيك الجهة، واحدة بأفريقيا وواحدة بيونايتد ستيت، قيس راح تطلع عندك قاعد بتلف مش ثابتة وبتتحرك وبتقدر تقيس السرعة تبعتها. الله لا يوفقك، انت لهالدرجة جاهل. ولك الله لا يعطيك، ولك طلعوا ولك ايلون ماسك حكم العالم بالانترنت، ولك الزيادة راحت لشخص وانت بعدك بتقول لي الأرض. الله لا يوفقك يا متخلف. في رقم حديث 18186 تحريم قيادة المرأة للسيارة. ليش؟ والله عشان البويضيات والرحم وبده يفتي بيولوجيا الحيوان. انت شو بتعرف شو والله القاعدة انت شو الله لا يوفقك ولا يوفق اللي سمح لك انت اصلا. ولك ما هو المرأة كانت تسوق جمل، البويضيات ما اثرت، بس ما هو اريح من الجمل، مو خليني ساكت لان السنامة بديش اوضح. حيوان بقول لي بيولوجيا بده يفتي الحيوان البويضة والرحم قبر. أو حرام المرأة تغير بالجير. والله العظيم أقسم بالله لما نوافقوا على الفتوى هسه جديد ويقول لك طب الجير حرام. لك أنت دماغك ما بزبط تقودني. أنت دماغك وسخ ومعفن وجاهل وبدائي. أنت ما بزبط تظلك تفكر عني اسكت. بده يرد الحيوان لسه بده يتوسل حافل لي الشارب أهبل. هذا المفتي الديار والله العظيم ما بفهم من عنده كلمة، مضحك صرنا. هذا كبيرنا الذي علمنا السحر مع أبوك. في فتوى رقم 62958 السينما حرام. أول ما نزلت الشباب الطيبة ما قصروا، ابن باز عجبوا ليش؟ اختلاط حيوان. أنت مش فاهم المادة الإعلامية شو بتأثر على الوعي الجماهيري، وخاصة السينمات بأول طلاقتها. عادي جدا احنا بنقدر نكون محترمين أنا وزوجتي ونروح نحضر سينما، وبعدين الفواصل بين الكراسي يا حيوان أقل شيء متر. في كراسي أنت بتحجزها لوحدك أنت ومرتك، لوحدك ما في حدا جنبك، القاطع كله بكون إلك إذا بدك، أو مسافات بينك وبين الناس. عادي جدا ولا اختلاط. تحريم مادة الخيمياء، مش الكيمياء، الخيمياء. هذه أساسيات علم الفيزياء، هي دخلت فيها شعوذة وكذا على الجنب مثل نيوتن تبناها وغيره، بس أساسيات الفيزياء. يعني الخيمياء الغرب أخذوا حرفيا طبق الأساسيات بعض القوانين الفيزيائية وبنى عليها حرفيا. أنا عندي اللي حرمها مين؟ ابن تيمية كالعادة. ما هو أنت ابن تيمية معتوه. تحريم استخدام الملاعق والشوك، ومستندين بذلك انه لازم لعق الاصابع 3 والاكل باليد سنه وكذا. وهي انت مش فاهم شيء يعني ارستقراطيات، انت مش فاهم يا حيوان. حتى الصابونه لما تغسل ايديك بضل عليها فيروس ما بتتنظف 100%. وأأمن لك انت عشان انت تحمي جهاز المناعه تبعك اظن المعالق وخاصه الاستخدام مره واحده. انت مش فاهم شيء بعالم الاتيكيت يا حيوان. اذا باخذك معي انت على يعزمون الناس متحضرين طبقه برجوازيه على غدا انت راح تفضحني، انت راح خليني ساكت.